مدرسة القراء المصريين يعني حضرتك شايف ايه اثرها في العالم الاسلامي، وبشكل شخصي حضرتك تفضل تسمع مين منهم؟ انا بحبهم كلهم. انا ليا رأي تاني. تمام. انا بقول ان القراء بتوعنا المصريين العظماء دولت اللي كل العالم بيسمعهم ما شاء الله، اللي هم تأثيرهم على العالم الإسلامي كله واضح. أنا بشبههم بصور القرآن. ده توصيف جديد ده بقى. حضرتك لما تبدأ صورة معينة باستمتاع كده تحس إن الصورة دي صورة جميلة ومش عايزة تخلص، صح؟ لما تحس إن أنت الصورة دي متكاملة مش عايزة تخلص. أي صورة من صور القرآن تحس إن الصورة دي فعلا صورة متواصلة وتبقى مش عايزة تخلص. فهم القراء دول كده، أي واحد فيهم يبدأ تحس إن أنت مش عايزه يخلص، عايزه يستمر. يجي واحد تاني يبدأ تحس إنه فعلا لا، حاجة جديدة مش عايزه يخلص. كل واحد فيهم له نكهة معينة، كل واحد فيهم فعلا لما يبدأ يبقى مش عايزه يخلص. وتشبيه تاني انا بشبههم بيه يعني برضو زي ايه، محطوط قدام منك ايه، طبق فاكهة فيه كل انواع الفاكهة، قطايب الثمر بالظبط كده. تاخد من دي تحس ان دي احلى حاجة في الدنيا، احلى حاجة في الدنيا. تاخد من دي تحس انها احلى حاجة في الدنيا، وهكذا هم عاملين كده. يعني انا عن نفسي فعلا لما اي واحد فيهم بيبدأ ببقى بسرح كده وببقى مش عايز اخلص.